الاوتو بايلوت شغال والعربيه ماشيه جوه اللين وبتلف مع اللين وبتعدل نفسها مع اللين وظابطه نفسها مع العربيات اللي قدامها. لو العربيات اللي قدامها هدت دلوقتي العربيه هتهدي. العربيه دي دخلت قدامي، سرعه العربيه هدت، ماشيه جوه اللين وبتلف مع الملف، مفيش اي مشكله. زي البدايه خالص اهو. والمفروض ان انا اكون ماسك الدركسيون، فهو كل شويه بيطلع لي الارم ان انا احط ده على الدركسيون عشان يطمن ان انا فايق وصاحي. الكاميرات بتقرا كل العربيات اللي حواليا وبتظبط سرعه العربيه مع سرعه الطريق. لازم كل فتره احط ده على الدركسيون عشان السيستم ما يفصلش. ده بقى بيفيد جدا لما اكون ماشيين في طريق زحمه ومش قادر بقى، انا مرهق او تعبان ومش قادر اركز مع الطريق، كل شويه العربيات بتهدي وتقف، فانا يعني شغل اوتو بايلوت واريح دماغي. العربيه تبقى هي محافظه على السرعه ومحافظه على المسافات ومحافظه على كل حاجه بصراحه. انا بس كل اللي انا المفروض اعمله ان انا كل شويه امسك الديركسيون اطمن السيستم ان انا صاحي. العربيه اللي قدامي خرجت من اللين، ابتدت العربيه تسرع هي لوحدها، لقيت المسافه اللي قدامها تسمح انها تسرع، هترجع تاني تظبط السرعه على 90. اول ما حست المسافه بيني وبين العربيه اللي قدامي تسمح، رجعت تاني السرعه 90. انا دلوقتي ماشي على الدائري والسرعه قصوى هنا 90. حاجه مريحه جدا بصراحه، حاجه مريحه جدا. انا لما سبت الدركسيون مده طويله ما مسكتوش، الاوتو بايلوت فصل، اداني الارم كده مش هيشتغل تاني الا لما اقف واطفي العربيه. دلوقتي لو جيت اشغل الاوتو بايلوت اهو بيديني الارم ان هو مش هيشتغل تاني، لازم اقف واطفي العربيه واشغلها من اول وجديد عشان السيستم يتعمل له ريسيت ويبتدي يقبل مني ان انا اشغل اوتو بايلوت تاني، عشان يكون اطمن ان انا بقيت كويس، ان انا ما عنديش اي مشكله واقدر اسوق تاني وامشي من غير اي مشاكل. طبعا ده عقاب علشان ايه؟ تبقى فايق وصاحي ومركز مع العربيه.